كل سنة وانتم طيبين وبألف خير. عيد أضحى مبارك علينا وعليكم، ويا رب السنة الجاية نكون كلنا على جبل عرفات بإذن الله بنحج. اللهم أمين. هعمل معاكم النهاردة صينية البطاطس باللحمة الستيك. أول حاجة عملتها ان انا تبلت اللحمة بتاعتي بمية بصل وشوية ملح وشوية فلفل فقط لا غير، ما حطيتش معاها اي توابل تانية، هي بس مية البصل وملح وفلفل. بسيبها في التتبيلة كده حوالي نص ساعة، ساعة الا ربع، لحد ما اجهز كل حاجة معايا، وبعدين هبدأ ان انا اشتغل فيها. انا جهزت البطاطس، غسلتها وقطعتها حلقات وسبتها على جنب، وبدأت ان انا اجيب اللحمة بتاعتي بعد ما سبتها في التتبيلة حوالي نص ساعة. جبت طاسة فيها معلقة كبيرة سمنة بلدي، ولما سخنت بدأت ان انا احط اللحمة بتاعتي تاخد صدمة زي ما انتوا شايفين. بحاول ان انا لما تاخد لون بنقلبها على الناحية التانية. هتاخد بس معايا ربع سوا نص سوا كده، مش هسويها خالص لان انا هتكمل سواها مع البطاطس. دلوقتي انا حطيت التتبيلة اللي كانت منقوعة فيها حطيتها عليها. جبت القارب بتاعي وحطيت معلقتين من السمنة ورصيت فيها البطاطس، وجبت هنا بصلتين كبار قطعتهم شرايح زي ما انتوا شايفين، وعليهم ملح وفلفل، وبندعكها زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين بنحطه على البطاطس بتاعتي. وبعدين هنجيب اللحمة بتاعتنا وهنحطها على وش البطاطس، هتكمل سواها مع البطاطس في الفرن. ما بتاخدش سوا كامل، بس لازم اشوحها قبل ما احطها مع اي اكل. ما ينفعش احطها نية كده، ما بحبش كده بصراحة، لازم تتشوح كده شوية عشان ما تتحطش نية. كده حطيتها على البطاطس بتاعتي، وجبت بقى عصير الطماطم وهنحطه. ده الصوص اللي نازل من اللحمة، طبعا مش هنرميه، هنحطه برضو لانه بيديلها طعم. وهنجيب عصير الطماطم وهنحطه. عندك صلصة ممكن تحطي معلقة بنجر، وهندخل الفرن وهيطلع بالشكل الجميل ده، وبألف هنا وشفا لكل اللي هياكل منها. وتسلم ايدك، وكل سنة وانتوا طيبين. وياريت يا جماعة ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك وتفعيل الجرس. باي باي.